هنعمل النهاردة فطاير الطاسة، فطاير سريعة وسهلة جدا فعلا، بدون مقادير، بدون تخمير وبدون خبز. اي حد يقدر يعملها، مناسبة جدا للعشاء والجوع اخر الليل. لو ما عندناش اي حاجة في التلاجة ومش عارفين ناكل ايه او نتعشى ايه، بكوبايتين دقيق بس، فعلا كوبايتين دقيق عملت الكمية دي كلها. حلو وحادق، هتعجبكم جدا، هتتحضر فعلا في 5 دقايق وعشاء جديد ومختلف. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي بسرعة. معايا زي ما قلتلكوا هنا كوبايتين دقيق، كوبايتين كبار كده، كوبايتين ونص بالكتير قوي، عليها رشة ملح. وهاخد المية زي ما قلتلكم، مفيش اي مقادير، كل دقيق حسب كمية السوائل اللي هياخدها. اسهل طريقة للعجن ان انا هبتدي الاول بمعلقة خشب كده، وبعدين ابدأ الم العجينة بايدي. سهلة جدا، عجينة ما فيهاش اي حاجة، عجينة فطير عادية جدا، عبارة عن شوية دقيق وشوية ملح ومية، مفيش اكتر من كده، ولا زيت ولا بيض ولا اي حاجة خالص. هنعجنهم كده بسرعة بايدي كده. سبت المعلقة ولميتها لحد ما لمت كويس، ولازم الطبق يبقى نظيف وتلم منه كده. شايفين؟ انا عايزة العجينة تبقى يعني طرية بس ما بتلزقش في الايد، وده ضروري جدا. تمام، ادي العجينة خلاص خلصت. انا لا هسيبها تريح دلوقتي ولا اي حاجة، على طول هبدأ اقطعها لكور كده بقى حسب الحجم اللي انتوا عايزينه. يعني صدقوني دول كانوا كوبايتين دقيق بالظبط، عملولي حوالي 5 أو 6 فطاير. هكور كل كورة كده، نحاول على قد ما نقدر يبقوا قد بعض. انا عملت 4 قد بعض، و2 كانوا اكبر شوية، تقريبا عملت لي 6. خلاص، فانا هقطعها كور كده وهسيبها بقى ايه تريح. لازم بكورها كده. خلاص خلصت اهو بالظبط، 6 بالظبط. هسيبها تريح دلوقتي. هدهنها بس بمسحة دول بالظبط معلقة زبدة على معلقتين زيت. بصوا، مفيش مقادير، مفيش اي حاجة خالص، يعني من مفيش عملنا عشوة حلوة جدا. هنغطي بقى العجين، وعلى ما يريح بس 5 دقايق هقول لكم هحشيها بايه. خلاص، هنجيب الحشو بتاعنا بقى. بالظبط بالظبط، والله فعلا بدون مبالغة، انا كان عندي قطعتين لانشون وقطعة جبنة رومي، قطعتهم على بعض على فلفلاية رومي، اي بواقي عندكم في التلاجة بقى. ودي الحشوة الاقرب لقلبي، يعني دي جبنة براميلي، جبنة بيضة عادية جدا، عليها نعناع وفلفل حامي. الحشوة دي بيبقى طعمها رائع فعلا. طبعا اللي ما بيحبش الحامي ما يحطش، يعني انا زي ما قلت لكم فتحت التلاجة اللي عندي هحطه. هنجيب بقى الكرة بتاعتنا، مسحة من الزيت بقى، زيت بس، زيت على زبدة، زبدة اللي انتوا عايزينه. هفردها كده بسرعة، سهلة جدا. شايفين العجينة لما بتبقى مرتاحة بتفرد على طول. فردت العجينة وهحط من الحشو بتاعنا بقى دلوقتي. مش هنورق ولا اي حاجة، ده احنا هنطبقها على طول كده ايه جوه بعض، هتبقى عاملة زي الحلزونة كده، بشكل حلزوني. خلاص حطيت الحشو، هطبقها بس كده زي الظرف اهو. عايزه اقول لكم ان الفلفل الرومي تبقوا مقطعينه صغير جدا، لان انا هو كان يعني فريش وكان بيقطع لي العجينه، فلو هتحطوا فلفل رومي يبقى صغير خالص. يعني هضغط عليها من فوق لتحت كده. هوريها لكم تاني، انا هعملها معاكم كذا مره عشان تشوفوا انا هعملها ازاي. وهسيبها تريح على جنب على ما اخلص الباقي. برضو كوره هفردها كويس جدا اهو. عادي لو اتقطعت مننا عادي، مفيش اي مشكله. هحط الحشو بتاعي، اي حشو كمان بتبقى حلوه قوي باللحمه المفرومه، اي حاجه عندكم. واطبق، واقوم مطبقاها كده، طبقها كده كلها جوه بعض، واقوم ضغط عليها من فوق لتحت. شايفين؟ واضحه اهي، بقت عامله كده كانها زي شبه السينابون كده. بضغط عليها. شايفين الفلفل عمال يقطع لي العجينه عشان بيبقى تخين. هحط بقى الحشو دلوقتي اهو، بعملها معاكم للمرة التالتة عشان تبقى واضحة، سهلة جدا. شوفوا، يعني مفيش اسهل من كده اهو. طبقتها ورا بعض ورا بعض ورا بعض ورا بعض كده، واقوم ضغط عليها، مسويها كده، واقوم ضغط عليها من فوق لتحت.
انا بس بظبطها كده اهو من فوق لتحت، اضغط عليها لتحت واسيبها على جنب تريح عشان اعرف افردها. بقت شبه السينابون كده بس مضغوطه. ودي حشوه الجبنه البراميلي اللي قلتلكوا عليها اهي، بطبقها كده جوه بعض ورا بعض ونضغط من فوق لتحت كده وخلاص على كده وبس كده. شايفين بقى لما ريحت مفيش مسافة دقيقتين بقى، شوفوا بتفرد ازاي فطيرة. بقت فطيرة معانا محشية جبنة، محشية اللي انتوا عايزينه. على ما الكل يريح اهو فردتهم كلهم، والاخرانية اللي في الجنب دي عملتها سادة عشان دي اللي هعملها بالسكر. هنجيب بقى طاسة على النار او صينية اي حاجة فيها دهنة زيت على زبدة او زيت بس، وطاسة سخنة جدا، وهقوم منزلة الفطيرة بتاعتي. بالظبط هتاخد دقيقة من الوش ده ودقيقة من الوش ده، ونعمل اللي بعدها. شايفين ما نحركهاش قبل ما تبدأ تشمع كده وتشد من تحت، نبدأ نقلبها. في ثواني هنبقى مخلصين الكمية بتاعتنا كلها. مش قادرة اقول لكم مقرمشة وطعمها حلو جدا. ودي الفطيرة اللي هي بحشوة الجبنة، من كتر ما هي رفيعة شايفين بتنفخ ازاي، بتنفخ شايفينها. جميلة جدا الحشوة بتاعت البراميلي دي، بتبقى لذيذة قوي مع كوباية شاي كده، احلى حاجة. جميلة جدا. خلاص بصوا والله ثواني على الوش ده وعلى الوش ده وهتبقى خلصت. خلصنا كده اهو بقى الكمية بتاعتنا. تعالوا اوريها لكم بقى ونقدمها ونفتحها مع بعض. فعلا فعلا كوبايتين دقيق بالظبط، كوبايتين ونص بالكتير قوي، احتاجت رشه زياده. دي الفطيره الاخرانيه اللي كنت عاملاها ساده، عملتها ورشيت عليها في الاخر سكر بودره ونقطه لبن. ادي بقى الفطاير بتاعتنا، ريحتها فعلا جميله جدا، بتبقى مقرمشه وهشه وخفيفه مش تقيله ما بتلكمش. جميله جدا. كوبايتين دقيق وشويه اي حاجه عندنا في التلاجة، ابسط حاجه شويه جبنه بيضه عليهم شويه نعناع، وهتبقى احلى عشوه. جميله جدا. شايفين طريه في نفس الوقت من بره كريسبي، فعلا تجنن. تعالوا اقطعها لكم بقى واوريها لكم من جوه. ما خدتش اي وقت، في منتهى السهوله، ولا شغلنا فرن ولا خمرنا ولا اي حاجه. جربوها هتعجبكم قوي. شايفين بقى من جوه الطبقات مورقه ازاي، والجبنه بقى من جوه بتبقى سايحه كريسبي جدا من جوه، وحاجه جميله جدا. يعني تجديد لو ما عندناش حاجه ويعني عايزين نتعشى حاجه مختلفه، او يعني ساعات كده جوع اخر الليل بالذات في الشتاء بيبقى حاجه غريبه. شايفين بقى الجبنه من جوه سايحه وحاجه كده اخر جمال. جربوها هتعجبكم قوي. ما تنسوش لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش اللايك والشير وتشتركوا في القناه. انا اسمي لميا ودي قناتي لومي عاشور. جربوها هتعجبكم جدا جدا. مستنيه رايكم في الكومنتس. تقدروا بقى تعملوا الكميه اللي انتوا عايزينها كمان، اللي بالسكر طلعت طعمها حلو جدا جدا. تقدروا كمان تحشوها كاستر، تحشوها اي حاجه. انتوا خدوا الفكره، واي حاجه متاحه عندكم، معلقه لحمه مفرومه، جبنه بيضه، جبنه رومي، اي حاجه في التلاجة. ممكن كمان تحشوها زعتر، بس خلطه الزعتر دي. يلا جربوها، مستنيه رايكم.